لعنة الغربان قصة حقيقية تجمع بين الطرافة والغرابة. إسماعيل المعصم إماراتي الجنسية، يعمل منذ 32 عاما في مركز الجوز الصحي بدبي. تتلخص الحكاية كما أخبرنا أنه صادف في المركز فرخ غراب ساقط من شجرة، فحمله وقطع ريشه آملا في أن يقوم برعايته في المنزل، فأخذه وحاول إطعامه لكنه رفض ولم يستجب، ثم عاده تحت الشجرة لتراه أمه وتحمله إلى عشها، ولكن فرخ الغراب مات. ومع مرور نحو عام أفرخت تلك الغربان مرة أخرى فوق الشجرة نفسها، لتبدأ معاناة المواطن إسماعيل مع فرحة المولود الجديد، فتلك الغربان تستهدفه بشكل يومي لإبعاده عن المكان خوفا من تسببه في موت الفرخ الجديد. شفت، لا صرت وقفت هناك وراي، صرت لين المطعم وراي، وقفت عند باب المطعم، هو على العمود مال الكهرباء. عقب لا ما امشي ولا ماشي، خبط على راسي. على الرغم من طول فترة موت الفرخ إلا أن الغربان لم تنسى إسماعيل الذي يعيش حاليا مأساة حقيقية يعانيها يوميا، فهي تتصيده ثم تهاجمه محاولة إيذاءه. أنا سرت البيت الله يسلمك، طلعنا مني تقريبا الساعة يعني 4 ونص كذي، والله طلعت من الحجرات كان أسمع صوت الغراب. قلت وابوي بعد جايني لهني، قلت بعد وين ناسي، كان يعني لهني بس خلاص بعد يعني هذا حبس بلا يقيد. الغريب في الأمر بأن العاملين في المركز والجمهور وحتى أنا لا نتأذى، بينما يهاجم هو بشراسة. احنا صراحة بقول لك محتارين شو نسوي. يطلع من العيادة يبغى يروح البيت يركب سيارته، الغراب وراه، ينزل من السيارة الغراب وراه، على ما شفتون انتم. إذا أنا أمشي وياه ما يجي الغراب، بالعكس أنت مشيت وياه يا الغراب، ليش؟ ما عارفين السر شو. نوع من الخوف والحيرة تسيطر على حياة إسماعيل، فهو لا يعرف كيف يمكن أن يتخلص من مطاردة ثأر الغرب.